الابطال ديالنا للاسف، عفوا شنو الابطال المزيفين، الابطال المزيفين. اش واقع لزكريا ابو خلال وعلاش كاع المغاربه متضامنين معاه، وشنو علاقه هاد خونا بالموضوع، واش دخل الروابا في هاد الموضوع؟ هادشي اللي غنعرفو في هاد الفيديو. زكريا ابو خلال كيف ما تميز في المونديال باخلاقه العاليه، وكان هو الامام ديال المنتخب المغربي، وكان كيأدي صلاه الجمعه او الخطبه ديال الجمعه بالمنتخب المغربي. المنتخبنا المغربي في هذه النسخه لقبوه كاع الدول بمنتخب الساجدين، عكس الاعوام الفائته اللي دازوا كنا كنشوفوا واحد المنتخب ديال كيسالي المباراه او التدريب كيتجهوا للشيشه. وهذا العام شفنا منتخب مغاير شرفنا وعطانا درس حتى في بر الوالدين والنية. برغم هذا الشيء كامل اللي وقع، كان الجوهرة نتاع هاد الأحداث كاملة هو زكريا أبو خلال، لأنه حافظ لكتاب الله وإمام مسجد. وهذا الشيء كامل خلى هاد خونا اللي كيملك واحد الموقع إلكتروني مغربي للأسف خلاه كيخرج وكيتهم زكريا أبو خلال بالإرهابي المتطرف والسلفي. ورفق بعض الصور نتاع زكريا أبو خلال ورفع السبابة، رفقها بصور داعش وقال عليه إنه داعشي متطرف ذو فكر سلفي، وهذا الشيء غادي يأثر على المنتخب. هذا الشيء اللي قالوا المغربي العلماني المتطرف محمد التيجيني. اكيد المغاربه ملي شافوا التدوينه في هذا الموقع ناضوا بداو تيسينياليو الموقع وبداو عليه بالسبان. ناض محمد التيجيني صاحب موقع اشكين حذف المقاله، وناض بغى يبرر بان هذاك الشيء اللي قال هو شيء عادي وداخل في اطار الصحافه. المجلس الوطني للصحافه المغربيه خرج حتى هو وقال هذا الشيء اللي داروا هذا الموقع ما كيتعتبرش تغطيه صحفيه بل اساءه لذاك اللاعب اللي هو زكريا أبو خلال. وناضوا المغاربه وبداو كيسبوه، وعاد خرج الموقع باعتذار وقال نعتذر من زكريا أبو خلال والجامعة الملكية وسيد فوزي القجع. الروابا علاش دخلوا هما في الخط؟ لأن هاد خونا محمد تيجيني كان واحد النهار رفع دعوة بالرابور طوطو، لأنه كان انتقده ورفع عليه دعوة وخلاه ناض يدير محامي وكسيطرة، وبدا تيجرجروا في المحاكم لدرجة أنه كان باغي طوطو يخرج على برا المغرب، حبس له كاع داكشي اللي كان غادي يدير. ولا لاحظتوا ان حاليا طوطو ما خرجش باش يتفرج في المونديال لانه موقف يخرج خارج المغرب بسبب الشكايه اللي دارها به هاد خونا تيجيني. داكشي علاش خرج ديزيدروس وقال في واحد ستوري واش هادشي غادي يطبق حتى عليه هو ولا غير على طوطو. هادشي اللي خلى الروابا حتى هما يدخلوا في الخط. وملي شاف هاد الضجه كامله غدا ضدو، ناض كذلك خرج بفيديو ويعتذر وكيقول بانه ماشي هو اللي حط ديك المقاله بل شي واحد يلاه داروه جديد وهو اللي حط ديك المقاله، وكيعتذر من كاع المغاربه ومن فوزي القجع.